يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا وأجمل إخوات في الدنيا. النهارده جايبة لكم بقى فكرة عبقرية، فكرة اختراع، يعني من الآخر اختراع. وكمان الفكرة دي مش بتاعتي عشان ما أقولش إن هي بتاعتي، ده فيديو أجنبي أنا سمعته حبيت أنفذه لكم. عايزة أقول لك بقى تجيبي غطا إزازة، أي غطا إزازة عندك، وتجيبي الشاحن وتعالي بقول لك بقى الفكرة دي نعملها إزاي. الفيديو مليان أفكار كتيرة حلوة وإن شاء الله تخرجوا مستفادة حتى لو بفكرة واحدة. بس يا ريت يا قلب أختك ما تنسينيش في اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو. ولو أنت ضيفة عندك جديدة في القناة يا ريت تشتركي في القناة. الفيديو مليان افكار كتيره كتيره حلوه تخرج ان شاء الله مستفاده بالسبع الفيديوهات للاخر. عندي انبوبه مرهم فاضيه انا بقى هستغلها بقى استغلال رهيب، يعني مش هرميها. هبتدي اخد الجزء اللي من فوق ده. عايزه اقول لك الفكره دي رهيبه رهيبه رهيبه، وسجليها عندك ويا ريت لو انت شيرها عندك كمان لحبايبك واخواتك عشان الناس كتير تستفاد منها. الفيديو مليان كتير افكار حلوه جدا وكمان هتستفادوا منه. الجزء ده بقى اقول لك هنستخدمه في ايه. الجزء ده مش هرميه، هبتدي بقى اغسله كده وانضفه. عايزه اقول لك هيحل اكبر مشكله معاكي فيا اختراع بجد، يعني هتحل اكبر مشكله معاكي. هنبتدي بقى ناخد الجزء اللي انت شايفاه ده. الجزء ده بقى هبتدي اجيب غطا كده ملهوش مقبض في ايدي كده، وابتدي بقى استخدمه كده. حاجه كده يعني سريعه، وكمان مش هترمي بعد كده انبوبه مرهم تاني، وحاجه يعني بتحل معاك اكبر مشكله في المطبخ. كمان هتركبيها كده وتبتدي بقى تقفل. عايزه اقولك بقى مقبض رهيب، مش هيسيح معاكي، ما تفكريش ان هو يسيح، وهيمسك حلو جدا جدا جدا. يعني لو انت بقى مستعجله ومش عايزه تطلعي تشتري مقبض او حاجه زي كده، تستغلي الفرصه دي وتجيبي انبوبه مرهم وتستخدميها زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك بتمسك في الغطا كويس جدا جدا، وفكره عبقريه جدا وفكره هتريحك كتير. تعالى بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكره الاساسيه بتاعتنا بقى ان انا هجيب غطا ازازه، اي ازازه عندك، ازازه ميه او ازازه بيبسي. وهبتدي بقى افتح الجزء اللي انت شايفاه ده. هبتدي اعمل مربع زي ما انت شايفه كده بالسكينه، حتى السكينه باين علاماتها اهي. ابتديت اسيح السكينه واعمل دايره من هنا ومربع من هنا. ليه؟ عشان ادخل الشاحن كده ويبقى له مكان، او ما يبقى له مبيت كده جوه. ابتدي ادخل السلك زي ما انت شايفه كده، يعني اعمل فتحه كده بالسكينه انت بقى، وحاسب كده على ايدك وتعملي فتحه. عايزه اقول لك الاختراع ده رهيب رهيب رهيب، وبجد فعلا حرفيا ابتكار. يعني بصي عايزه اقول لك بقى سلكه الشاحن دي متقطعه ومهريه وخلاص على الانتهاء، يعني خلاص هي كده جابت اخرها معانا. وكل ما اولادي الصغيرين او اطفال الصغيرين يمسكوها تبتدي تتقطع بزياده، لان بيحطوا الشاحن وبيحطوا الموبايل ويمسكوا الموبايل في ايديهم. شوف الفتحه، عايزه اقول لك ان الفتحه مربع من هنا وفتحه دايره من الناحيه التانية. بتفتحيها بالسكينه كده بايدك، بس حاجه بسيطه خالص. وهتجيبي بقى يا ست الكل بقى ايه شمع، وتملي بقى الجزء ده كله شمع بقى. وتعملي غطا بقى ايه، عندك غطا ازازه تانية، تاخدوا جزء منه ايه وتقوموا مغطياه. عايزه اقول لك بقى ان الفكره دي بجد رهيبه وتحافظ على الشاحن لاخر لحظه. يعني عايزه اقول لك ان فعلا فعلا ان هو كان خلاص انتهى، وكنا هنرميه وخلاص، ما فاضل له تكايه معانا كده وخلاص اترمى. ابتديت بقى بصوا جبت غطا تاني كده، ابتديت غطا ازازه تاني وابتديت اقص منه الجزء اللي من فوق. حابه تجيبي غطا ازازه شكله بالظبط لونه اصفر بالظبط وتاخدوا الجزء ده اللي من فوق وتحطيه، مفيش اي مشكله. عايزه اقولك الفكره دي رهيبه رهيبه، وكمان اجرب معاكم الشاحن نفع ولا لا. يعني انا دخلت اهو كانت السلكه مهريه ومتقطعه خالص. هبتدي بقى احط الغطا بتاعها كده عشان يبقى شكله كمان حلو، وشكله كده يعني شكله كويس خالص. وابتديت بقى ايه اسوي الطروف كده اللي من بره بالمقص. عايزة اقول لك الحركة دي خطيرة، هتحافظ على الشاحن سنين طويلة، وانسى ان انت تشتري شواحن تاني. بتحافظ لك على الجزء دايما اللي بيتقطع منك هو ده. تجربة بقى هجيب لك الموبايل كده واوريكي الشحن هيشحن ازاي. عايزه اقول لك حاجه كده يعني اختراع. يا ريت لو الافكار عجبتك ما تنسينيش في اللايك، اللايك يا جماعه عشان هو اللي بيرفع الفيديو. ويا ريت تقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد عشان ارحب بيكي في القناه. وبرحب بكل اخواتي اللي في الجزائر واللي في لبنان واللي في سوريا وكل حبايبي اللي بيبعتوا لي تعليقات جميله واللي في مصر. كلكم كلكم بجد بتفرحوني برسائل الجميله بتاعتكم. شايفين يعني حاجه كده بجد ومتينه جدا جدا، وخلت الشاحن معايا جديد جدا وكمان بيشحن. شايفين؟ يعني حبيت اجربه معاكم كمان. شفتوا السلكه كانت مهريه ازاي، حاجه كده يعني كان خلاص على الانتهاء. شوف الفكره اللي معايا برضو، الفكره دي خطيره خطيره خطيره. الغطيان بتاعه التونه او غطيان علبه السلمون او غطيان علبة السمنة. يعني الكبيرة دي غطا علبة سمنة، والغطيان الباقية دي غطيان علبة التونة. اقول لك بقى من هنا وجاي ما عدتش ترميها، هتستغليها اسوأ استغلال. يعني بعد الفيديو ده مش هترمي غطيان تونة تاني او سمنة. اول فكرة هعملها معاكم ان انا هعملها ردادة. ردادة بقى للرز، ردادة لاي حاجة، اللي عندك كنكة قهوة ومثلا عايزة تحطيها. شايفين؟ بجد خطيرة. وتدوب وتحط غيرها. دي كانت بتاعة سمنة، الغطا ده كان بتاع سمنة كبير شوية وحلو كده.
وكان مريحني كمان في الاستخدام بتاعه. عاوزة اقول لك فكرة جميلة جدا 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 بجد، استخدميها وشيريها لحبايبك واخواتك. الفكرة اللي بعد كده بقى، الغطيان دي هستخدمها بقى كاستخدام تاني خالص مش هتتوقعيه ومش هتتخيليه. هاخد جزء كده في النص، يعني انا عايزه اخد جزء اسويهم كده بالنص، وابتدي اساوي الجزئين كده واخد الجزء اللي في النص ده بس، وابتدي بقى ايه اعمله زجزاج كده من قدام. عايزه اقول لكم بقى مش هتتخيلوا ان انا بعمل الحاجه دي لايه او هنستخدمها لايه. عايزه اقول لك بقى ان ده منقاش كحك، يعني خطير. مزنوقه بقى ومش عايزه تطلعي تشتري او حاجه كده من غطا علبه تونه او من غطا علبه السمنه، ممكن تستخدميه. طريقه حلوه جدا جدا ومنقاش خطير جدا، وكمان طريقه سهله وحاسبه على ايدك وانت بتعمليه، وبجد طريقه سهله جدا جدا. وكمان هيطلع معاكي اجمل منقاش وهتحافظي عليه وكل مره تعملي بيه. تعالي نشوف بقى اخر حاجه معايا واخر فكره معايا. هاتي غطا ازازه وهاتي بتاعه شيش طاووق كده، العصيان بتاعه شيش طاووق دي. هبتدي بقى اسخن الغطا كده واعمل فتحه كده من النص. عشان ليه بقى بعمل كده؟ عشان ما استهلكش زيت كتير او يتدلق مني زيت كتير. التجربه دي او الطريقه دي حلوه جدا. بتاخدي حسب الكميه اللي انت عايزاها. غطا محكم جدا، وبتبتدي بقى تاخدي ايه، شايفين حاجه كده بسيطه، بدل ما تعمليها كده تعملي فتحه بسيطه وتستخدميها استخدام بسيط.